ثنائية ينبغي أن تعلم وأن تعتقد وأن تستحضر لدى المؤمن دائما وأبدا الليل والنهار في كل تصرفه، فإذا حضرت أمن كثيرا من الزيغ والضلال. هذه الثنائية تشبه إلى حد بعيد الثنائية التي خلق الإنسان عليها وفطر عليها. يعني كما أن الإنسان مبني على ثنائية، جوج حوايج يعني ثنائية: الروح والجسد، أو الروح والطين، والروح حاكم على الطين ولا ينبغي أن يحكم الطين على الروح. يعني هذا الأصل في الفطرة التي فطر الله الناس عليها، أن تكون هذه الروح مهيمنة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، لأن الجانب الغرائزي إذا سيطر أغرق الروح في وحل الشهوات، فهكذا الجسم، وهو واضح معلوم لدى العامة والخاصة. هذه الثنائية في تكوين الإنسان روحا وجسدا، وهو نص القرآن الكريم. يعني ما ينتج عن ذلك هو نص القرآن الكريم الذي وضحه سبحانه وتعالى بقوله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قابل الإنسان للخير بالنزوع نحو الملأ الأعلى إشراقا وعروجا إلى صفاء الروح، وقابل أيضا للعكس، للنزول والهبوط إلى الدركات السفلى استجابة لنوازع الطين. كما أن الإنسان هكذا في نفسه، أنا وأنت وكل مخلوق، فالكون كله هكذا، الكون كله أيضا هكذا. خلق الله الممتد من الأرض إلى السماوات ومن السماوات إلى الأرض كلهم مبني على هذه الثنائية، لكن بصورة أخرى، هي التي تحدث عنها القرآن في غير ما آية وبينها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني من أصول الاعتقاد، من بديهيات، لكن لها صورة عجيبة حينما نتأملها ونتدبرها. هي عالم الغيب وعالم الشهادة. هذه الثنائية يعني نجهلها على مستوى التدبر والتذكر. هي عند الناس كاملين، كيعرفوا الناس كاملين كاين الغيب وكاين الشهادة، ولكن شيء مطلوب لا يعيشونه، وهو أنه في حياتك، في تصرفك، لما تبيع ولا تشري ولا تصرف أي تصرف أو تقوم بأي أمر، لابد أن يحضر في ذهنك وفي وجدانك التصرف بمقتضى هذه الثنائية، يعني عالم الغيب وعالم الشهادة. كيف ذلك؟ واضح جدا في دين الله وفي عقيدة الإسلام بما هو مسطر في القرآن الكريم في غير ما آية وصورة، أن الله عز وجل قد رتب مقادير الخلق قبل خلق الخلق. الله جل وعلا قد رتب مقادير الخلق قبل خلق الخلق، وهذا متواتر الكتاب والسنة. يعني ما يسمى بالقضاء والقدر، الله جل وعلا بعلمه الأزلي الأبدي، يعني علم الله سبحانه وتعالى، العلم دياله سبحانه ما عمره ما عنده البداية، أزل، وما يمكنش العقل البشري يستوعب هذه الحقيقة، لأنه إذا أراد أن يستوعب معنى الأزل، يعني علم الله كان ما عمره ما بدا، يعني كان بواحد الشكل اللي العقل البشري ما عندوش القدرة يحدد البداية دياله، لأنها ترتبط بوجود الله، ووجود الله سبحانه وتعالى ابتداء أو أول لا ابتداء له، أول لا ابتداء له، هو الأول والآخر، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء سبحانه. العقل البشري عاجز عن استيعاب هذا، وهذا معنى الربوبية، هذا كونه رب سبحانه. لأنه إذا أراد العقل أن يتصور بالسين، يعني يطلع الصور، إذا أراد أن يتصور علم الله فمعنى ذلك أنه سيصير له علم الأولين والآخرين، العلم الأزلي، وهذا مستحيل، وهذا معنى الربوبية. ينفجر العقل ولا يستطيع أن يحيط بهذه الحقيقة، ليكون هذا العقل من الخاضعين. يعني كي يتعلم العقل البشري العبودية لله، أن يخضع لهذا الرب العظيم الذي أحاط بكل شيء ابتداء وانتهاء. هذا علمه سبحانه، وفي علمه سطر قدره، كليات وجزئيات، يعني الأمور الكبيرة والأمور الصغيرة ولو ترتبط بنملة ولو بحشرة، فما بالك بأي فعل من أفعال بني آدم. كل ذلك واقع في علم الله قبل أن يقع في الأرض. هذا الذي ينبغي أن نستحضره. كل شيء من الحوادث والنوازل كبيرة صغيرة كما بغت تكون، مما هو واقع في الأرض أو وقع في التاريخ أو سيقع في المستقبل إلى أن تقوم الساعة، قد وقع بالفعل في علم الله. هو مولاه سبحانه الذي سطره والذي دبره والذي قدره، وقدر كل شيء، فقدر كل شيء
خلق كل شيء فقدره تقديرا سبحانه جل وعلا. فهذه يعني هو العمق ديال الوجود المادي ديالنا نحن معاشر البشر. هذا الحضور في الوجدان ديال الإنسان وفي العقل ديال الإنسان وفي الإحساس ديال الإنسان حضور عالم الغيب باعتباره قد رسمت فيه خريطة الحوادث البشرية. خريطة ديال جميع النوازل الحوادث البشرية مرسومة في عالم الغيب قبل أن تقع في عالم الشهادة، والشهادة مصدقة لعالم الغيب. يعني هذه التصرفات ديالنا في الأرض التي نتصرف فيها بمقتضى قضاء الله وقدره، وإنما للإنسان أو عليه كسبه، فنحن مبتلون بهذا الكسب في هذا الذي يسر لنا من أمورنا جميعا. إنسان مبتلى بكسبه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والحوادث واقعة في علم الله سبحانه وتعالى. علم من كل شخص ومن كل حادثة ومن كل أمر متى يقع وكيف يقع وما نتائجه وما مقدمته وأسبابه. إذا حصل هذا للمؤمن فإنه آنئذ يتصرف في كل أموره بطمأنينة نفس، طمأنينة وسكينة إيمانية عميقة عالية تجعله يعلم علم اليقين بأنه لا يكون إلا ما كون الله ولا يكون إلا ما أراد الله جل وعلا، وأنك في تصرفك بالأسباب التي وجب أن تدخل فيها لأننا مكلفون بها. يعني هذا الشيء ما خصوش ينتج في الدين ديالنا كما هو معروف واضح بالنصوص الوفيرة الكثيرة، ما خصوش ينتج عقلية توكلية يعني الإنسان يترخى وينعس ما يخدمش ما يتحركش، لا كلا، بل نحن مكلفون شرعا بالدخول في الأسباب. اللي ما يأخذش بالأسباب ديال العمل وأسباب ديال الخير فهذا مثله كالذي لا يصلي أو لا يصوم، لأن أسباب العبادة أن تعبد الله عز وجل وجب أن تعبده بأسباب من أفعال وحركات وهيئات، فكذلك يعبد أيضا بالعمران البشري في الأرض، يعبد بالبناء وبالصناعة وبالتجارة وبالمهن وبالاختصاصات، بالعمران أي بعمران الأرض بشتى أنواع التصرفات المفيدة الصالحة المصلحة. لكن دائما بالنسبة للمسلم بهذا المنطق الذي يجمع بين هذين الأمرين في ثنائية متكاملة لا تناقض فيها ولا اختلاف، بل الشهادة ترجمان عالم الغيب، عالم الشهادة ترجمان عالم الغيب، فالمؤمن يتصرف بهذا التصرف. والذي استرى خريطة الغيب سبحانه وجعل لها نتائجها في الشهادة إنما هو رب العالمين، ولذلك ليس دون الله جل وعلا شيء يمكن أن يتدخل في أمر ملكه وملكوته. ولذلك قرأت الآية أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. الكفاية بالله، يعني لأنه الإنسان حينما يسارع إلى الحرام الله سبحانه وتعالى أعطاك مقادير، رزقك هو رزقك، باش توضح الصورة أكثر بحول الله عز وجل، رزقك هو رزقك، لكن أتيحت لك فرصتان لكسبه. إن الناس بزاف كيغلطوا كيقول هاد الشر وهاد الفساد وهاد الإجرام أو هاد الانحراف مكتوب عليا، يعني صحيح مكتوب، لكن ما معنى الكتابة والقدرية ها هنا؟ لا إلزام فيها، وإنما هو علم الله السابق أنك ستفعل، ولكن ربي سبحانه وتعالى قدر الحدث وقدر الفعل وقدر الرزق وأعطاك هذا الاختيار، أعطاك أن تسلك إليه احتمالين أو مسلكين. يعني نعطي مثال، إذا كان رزقك مثلا 100 بعدد يعني بما شئت أن تعده 100، هذاك 100 في ذاك اليوم سيصلك، وإن الرزق لا يتبع العبد كما يتبعه أجله، الحديث الصحيح. لكن تعطيك الاختيار، ألهمت الفجور والتقوى فيه ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فين كاين الاختيار؟ في وسيلة الكسب، في الطريقة باش توصل، ففتح لك باب الخير وفتح لك باب الشر ابتلاء. هذه الأرض عالم الشهادة عالم الابتلاء، ليدخل الجنة من دخلها وليدخل الأخرى عافانا الله وإياكم منها من دخلها. فأنت آنئذ تختار أن تسلك إلى رزقك المقدر لك، لن يزاد فيه ولن ينقص، لك الاختيار في أن تسلكه من باب الخير ومن باب طاعة الله، ولك أن تسلكه من باب معصية الله، أي تعطت لك القدرة باش تدير الشر وتعطت لك القدرة نفسها باش تدير الخير، وأنت الذي تختار
وتتحمل آنئذ مسؤولية اختيارك. ولذلك يجي إبليس ويخوفك. الشيطان يعيدكم الفقر، يقول لك ما يمكنش إلا ما درتش هذه الطريقة وما خديتش هذا الرشوة وما اغتصبتش بهذه الطريقة وكذا وكذا وكذا، فإنك لن تصل إلى هذا العدد اللي هو 100، ويوهمك لا، العدد 100 ستصله قطعا. فجرب نفسك في طاعة الله وصد عنك باب الشر وقل للشيطان لا، كلا، وافتح أبواب الخير على نفسك. سيصلك العدد نفسه، لكن ببركات وبزكوات، يكون مبارك، لأن الرزق الحرام ممحوق لا بركة فيه، والرزق الحلال طيب مبارك، يبارك لك فيه وفي وجوه استعماله، فيفتح لك باب الخير للرزق عينه. يعني صورة تتهيأ لك في صفتين، يطرق بابك رزقك المباح الحلال، فإذا لم تقنع به يجي الشيطان يقول لك هذا ما كافيش، راه يمكن تحصل أكثر، فتسد الباب وتطرد رزقك المباح، ينصرف عنك، ويعود يجي هو النيت نفسه رزقك بالمقادير عينها، لكن في غير صورة الإباحة، هذه المرة في صورة الحرام. والشيطان يوهمك، يقول لك انظر كم هو ضخمون، رقم عالي جدا، أشكال، مناصب، مواقع، يوهمك توهيمات، فتفتح الباب والعياذ بالله، ولا يدخل عليك إلا المقدار الذي حدد لك، لأن خريطة عالم الشهادة قد رسمت منذ الأزل في عالم الغيب، والله عز وجل فوقنا جميعا رقيب، راه سبحانه يشوف في كل فرد على حدة، وهذا الذي يغيب عنا، هذه الكفاية بكل معانيها التي تتعلق بالصفات العلى للربوبية. يعني بديت توهم الإنسان كيقول أنا نقطة وسط ملايير البشرية، يعني القدر فين اداها فيها، سبحان الله عن ذلك علوا كبيرا. رب العالمين بسمعه وبصره وعلمه الذي لا يستطيع الإنسان أن يستوعب حقيقته ولا صفته الكاملة، وإنما كنأخذ هذه الألفاظ كما تلقيناها عن الله في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، يعني نقترب منها قليلا لا أقل ولا أكثر. وإلا سمع السميع سبحانه، السميع سبحانه، السميع بالمعنى ديال الربوبية دياله سبحانه وتعالى، الذي يسمع كل نداء يصعد إليه أو ينطلق إلى غيره من شياطين الجن والإنس، ماشي غير في الأرض، في الملك والملكوت جميعا، من عالم الشهادة إلى عالم الغيب، كل ينادي في نفس الزمان ونفس اللحظة وفي أماكن متفرقة، ويسمع جميعها صوتا صوتا، وسبحانه وتعالى يأخذ كل صوت مأخذ موقعه ومراده، فيغيث ملهوفا هناك ويجيب داعيا هنالك. من عالم الملك والملكوت نملة تستغيث ربها يسمعها ويجيبها سبحانه وتعالى برحمته، حشرة، إنسان، حيوان، أي مخلوق في اللحظة نفسها، لأنه لا تختلط عليه الأزمنة ولا الأصوات ولا الخلائق، لأنه سبحانه فوق الزمان، هو خالق الزمان وخالق المكان وخالق المخلوقات، لا يشغله شيء عن شيء. أنا وأنت يعني غير يتلقوا عليك جوج الناس كيتكلموا ما تستوعب حتى واحد، كتطلب من واحد باش يسكت ريسه ما تستوعب، باش عاد الاخر يتكلم بقار بسيط يجيو ليه 3 4 الناس يتلفوه، لانه لا يستطيع ان يستوعب خطاباتهم جميعا، فيحتاج الى ضربين من التريث باش يسمع واحد على واحد. ولذلك احنا عندنا مشكل، كنقيسوا سمع الربوبيه وعلم الربوبيه وابصار الربوبيه على المعاني ديالنا احنا، يعني كنبدا نتوهموا ان الله يسمع كما نسمع ويبصر كما يبصر ويعلم كما نعلم، وهذا غلط كبير جدا. الربوبية شيء مطلق خارج العقل البشري، فوق الزمان، فوق المكان، سبحانه هذاك رب العالمين. إذا ما كانش هذه حقائق الربوبية فلما نعبدوه ونخضع له؟ عقول بشرية جبارة في الفكر وفي أمور كثيرة جدا تصل إلى حدودها فتعجز عجزا مطلقا، وآنئذ وجب عليها إذ عجزت أن تسجد لله الذي لا يعجزه شيء. ولذلك قال يعني الإنسان جاهل، أليس الله بكاف عبده
واحد السؤال فيه إنكار وفيه تعجيب، يعني العجب من هذا بنادم، تعجيب وإنكار على هذا الجهل العميق الكبير بالله، خاصة من الإنسان المسلم، لأنه خطبه هو بالدرجة الأولى. هذه الآية كتخاطب المؤمن، أليس الله بكاف عبده ديالو، عبد ماشي أي واحد. صحيح هو كاف لكل الخلق، ولكن أولى بالتحقق من هذا الخلق ومن هذه المعرفة ومن هذا المقام عبد الله اللي هو المسلم. فما الذي جعل المسلم إذن يشك في قدرات الله؟ ما الذي جعله يضطرب حتى يفقد الثقة بالله كليا أو جزئيا فيسارع إلى فتح أبواب الحرام عليه؟ ربي قادر. هذاك الوسواس وهذاك الهم اللي راه مأرقك باش انت فتحت الأبواب ديال الحرام عليك، هذاك المراد وذاك المقصود. لو طرقت باب الله صادقا لفتحه لك. لا تشك في الله، أليس الله بكاف عبده؟ فالشيطان وشياطين الجن والإنس يخوفوك، قل لك لا، إلا درت هذا غادي يقطع لك رزقك، هذا غادي يفعل بك كذا وكذا، ويخوفونك بمن؟ بالذين من دونه، اللي قل منه. لأنه كل ما يخوفونك به خلق من خلق الله، فكيف تجعل في مقام واحد رب الملك والملكوت مع المخلوقين الذين هم فقراء أيضا إلى الله؟ ويخوفونك بالذين من دونه، مقارنة سيئة وغرور كيوقع الإنسان وجهل. رب العالمين مستوٍ على عرشه يدبر أمر مملكته بقدرته وسطوته وعلمه من فوق 7 سماوات، محيط بكل شيء. ويجي مخلوق يتلفك على هذه الحقيقة الدينية والعقيدة الإيمانية الراسخة، فيجعل لك اضطرابا في عقيدتك، ثم بناء على ذلك في سلوكك وتصرفك، وتفتح أبواب الحرام عليك من خوارم الأخلاق والمروءات ومحرمات الأرزاق ومدمرات الأعراض، مما مرجعه جميعا إلى هذه النقطة. والمسألة في نهاية المطاف مسألة هداية، ولذلك عقبها هكذا: ومن يضلل الله فما له من هاد. مسألة هداية، من هدي إلى الله جل وعلا أكسبه الله سبحانه وتعالى معرفته. هذه صلب المعرفة بالله، هذا عمق التوحيد الذي جاء به القرآن الكريم وعلمه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام للبشرية أجمعين. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الراشدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات والتسليم. الذي يقرأ القرآن يجد هذه الحقيقة راسخة فيه، بدءا بسورة الفاتحة وانتهاء بخواتيم القرآن الإخلاص والمعوذتين. القرآن راه من البداية لا توجد سورة تخلو من هذه الحقيقة. كاين السورة اللي ما فيهاش هذه الحقيقة الكبرى، تبع القرآن الكريم كله. والصور الكبيرة فيها محطات كلها تتحدث عن هذا، يعني آيات كثيرة. لو تقرأ سورة البقرة أو آل عمران أو أي سورة من السبع الطوال تجد عشرات الآيات بدون مبالغة، عشرات الآيات كلها تتحدث عن هذه الحقيقة، حقيقة الكفاية بالله، ليس بالضرورة بلفظ الكفاية ولكن بالمعنى، معنى هكذا القرآن، من تقرير الحمد لله رب العالمين بما هو رب العالمين إلى توحيد الله بالإخلاص والتعرف إلى مقام الصمدية، وهو المعنى ديال الاستعاذة حينما نستعيذ بالله في السورتين المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ولذلك المؤمن البصير حقائق القرآن وهي ماشي معقدة، راه بسيطة. خص غير القلب يكون عنده انفتاح على الله، ينفتح قلبك وروحك على شلال القرآن فيتنزل عليك بالمعاني الرحمانية. يكفي تعرف المعاني العامة، ما تحتاجش للدقائق والتفاصيل ديال الآيات، هذاك شغل العلماء. لا، نحن في حاجة فقط للمعاني العامة لأنها ميسرة. لهذا المعنى القرآن ميسر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. حقائق التدبر والتذكر باش القلب يعمر بالإيمان والحقائق الإيمانية لا يحتاج إلى علم غزير
وإنما يحتاج إلى صدق غزير وإقبال على الله صاف. وقد رأينا ونرى دائما عوام عندهم من الإيمان ما لا تجده عند بعض الخواص من أهل العلم بسبب فارق الصدق في الإقبال على الله توحيدا وإخلاصا.